بكم الإخوان، احنا موجودين في مقر حزب العدالة والتنمية من أجل أولا اللقاء الأول من أجل المشاورات إن شاء الله بعد ما صاحب الجلالة كلف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأخ عبد الإله بن كيران. إذا اللقاء الأول مر في واحد الجو ديال استحضار أولا المصلحة العليا للوطن، استحضار انتظارات الشعب المغربي، ولذا حزب الاستقلال الآن عبر على الموقف ديالو مع السيد الرئيس. احنا بالنسبة إلينا مصلحة الوطن، مصلحة ديال الشعب المغربي تقتضي أولا تسريع بإخراج الحكومة إلى الوجود، كذلك البرلمان في غرفته الأولى من أجل الاشتغال، لأن الآن سنة وإحنا في الاستحقاقات يعني 2015-2016 هناك قضايا كبرى تنتظرنا جميعا. اللقاء الثاني إن شاء الله سيكون الثالث من أجل رسم خريطة الحكومة المقبلة إن شاء الله.